إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في هاتين الآيتين أو في هؤلاء الآيات الحث على بر الوالدين والإحسان إليهما. وبر الوالدين يعتبر من أفضل القربات. ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وعصيان الوالدين علامة الشقاوة. يقول عيسى كما ذكره الله سبحانه وتعالى عنه: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ويقول يحيى كما ذكره الله سبحانه وتعالى عنه: وبرا بوالدي ولم أكن جبارا عصيا. نعم، عقوق الوالدين يعتبر من التجبر ويعتبر من الشقاوة. وفي الصحيحين عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه
قال يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، ثم قال: وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. نعم، الوالدان اللذان تسببا في وجودك، واللذان يسهران، نعم، ويجوعان أيضا من أجل أن يقدماك في الطعام، بل ربما انتهى ببعضهم البكاء إلى العمى. قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن يعقوب عليه السلام: يا عسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تبدأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين، أي حربا تضعف قوتك أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. نعم، وعند أن جاءته البشارة في قدومه ماذا حصل له؟ قال الله سبحانه وتعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على القميص على وجهه فارتد بصيرا. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. نعم، الوالدان اللذان ربما الابن يستهر فيهما، وإذا مرضا سهرا من أجله، وإذا مرض سهرا من أجله. نعم، ومن لم يجرب حنان الأبوة والأمومة فسيجربها إن أطال الله في عمره. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، أي تضعه في صندوق تابوت كما في سورة طه، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إلى أن قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال الله سبحانه وتعالى: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، فرددناه إلى أمه كي تضر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم، ماذا؟ وقبل هذا قالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. قال الله سبحانه وتعالى: وحرمنا عليه المراضع، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. نعم يا إخواننا، الأمر للأب حق وللابن حق،
فللأب حق أن يطيعه في طاعة الله، ولو أمره بمعصية الله فلا طاعة له. والابن له حق أن يحسن تربيته. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. أمر عظيم حق الوالدين، أمر عظيم وشقاوة في عصيانهما وتعاسة في الدنيا والآخرة. كما أنه يجب على الأب أن يحسن تربية ابنه وأن يلقي إليه المواعظ والنصائح. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، يقول: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم، إلى أن قال سبحانه وتعالى حاكيا عن لقمان: يا بني إنها إن تك حبة من خردل إنه إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماء أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا طيب، ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في ماشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قارنوا بين هذه الوصايا المباركة وبين وصاياكم لأبنائكم. قارنوا بين هذه الوصايا المباركة وبين وصاياكم لأبنائكم. إنك إذا نظرت إلى وصايانا لأبنائنا تجد في الغالب أنها وصايا دنيوية وربما تكون وصايا جاهلية. نعم، له حق أن تربيه وأن تحسن تربيته. وأنت إذا فرطت وما شعرت إلا وقد أصبح ولدك شيوعية أو بعثية أو ناصرية أو حزب من الأحزاب الأخرى، نعم ستندم حين لا ينفعك الندم. والأسرة إذا كان بها شلل دخلت عليها الشقاوة. انظروا إلى قصة يوسف وإخوانه وأبيه وماذا حصل لأبيه من التعب. نعم، انظروا إلى قصة نوح إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقال نوح لابنه يا بني اركب، وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. نعم، الولد المدبر ورب ولد مستقيم ويكون أبوه مدبرا، لكن حنان الأبوة ماذا
ماذا قال نوح؟ رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. بعدما ماذا الدبور؟ بعدما الدبور لحظ ولده وأبى أن يركب معه، ولكن كما قلنا حنان الأبوة جعله يدعو ربه، حتى قال الله سبحانه وتعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. نعم يا أيها الآباء اعدلوا، لا تبع دينك من أجل ولدك إذا مرض أو صرع أو حصل أو هربت امرأته، فلا تذهب إلى الدجال وإلى الكاهن وإلى وإلى ماذا المشعوذ. ادعوا له، وعليك أن تعالجه العلاج الشرعي. نعم عليك أن تعالجه العلاج الشرعي، أما أن ترتكب المحظور في ماذا؟ في الذهاب إلى الكهان أو ترتكب المحظور في العلاج أو في دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله. عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن هذا الولد من عند الله، وأن الله قادر أن يخلف عليك بخير. إياك أن تبيع دينك من أجل ولدك، إياك أن تكتسب الحرام من أجل ولدك. نعم عليك أن تتقي الله وأن تفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. كما أن على الولد أن يحسن صحبة آبويه، نعم، وليغلب جانب الأم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله من أحب الناس بصحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك ثم أباك. نعم الأم ربما يذهب شبابها وهي جالسة عليك، قد أصبحت يتيما، جالسة عليك يذهب شبابها، وربما يطلقها زوجها وتبقى ويذهب شبابها، كما يقول الله سبحانه وتعالى في شأن حق الأم. نعم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، ويقول سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ضرب الله شكره بشكر الوالدين. نعم الأمر مهم، إصلاح الأسر أمر مهم. إن أحسنت تربية ابنك من أول الأمر فسيطيعك وسيكون خادما لك، وإن تركته في الشوارع كالسائبة فربما لا تدري وقد أصبح يبرم شنبه ويعتبرك كرتونا. نعم وإذا تكلمت معه ربما يتكلم معك بكلام البديل، الكلام البديل. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح
من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قيل وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فما ظنك بمن يباشر سب والديه ولعن والديه؟ نعم، كبيرة من الكبائر، وربما لا يوفق أو ييسر الله له بولد عاق يذيق المر كما أذاق المر أبويه. علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الشيطان فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. نعم، في هذه الآيات حوار بين ولد مطيع وبين أب مدبر. فالولد المطيع يقول لأبيه يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. هو يدعوه ولم يقل له إنك جاهل، ثم أيضا أظهر الشفقة عليه: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. نعم، ينبغي أن ترشد بوالدك إلا إذا كان شيوعيا أو بعثيا أو ناصريا وأبلغت له في الدعوة، فتصاحبه في الدنيا معروفة. وأما في وقت المعركة فلا تدافع عن أبيك الشيوعي ولا تدافع عن ولدك الشيوعي، وصاحبهما في الدنيا معروفة. أما في حال القتال فلا تعتبره لك ولدا، وأنت أيضا لا تعتبره لك والدا. فللأمر تسليم لله عز وجل وانقياد لله عز وجل. فإبراهيم عند أن أبلغ في الموعظة وعلم في إصرار أبيه على الكفر، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعظة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نعم، لابد من معرفة
شيئا من الأحكام. وهكذا لو أراد أبوك المدبر أن يصدك عن طلب العلم وليس محتاجا لك أن تغضب عليه فليس له طاعة، لأن طلب العلم فريضة والطاعة في المعروف. إنما الطاعة في المعروف أمر مهم، أن نكون أسرا مسلمة مؤمنة حتى نستريح. نعم، انظروا إلى ابنة الرجل الصالح عندما أرسلها إلى موسى، ماذا وأرسلها ورأت قوته وشهامته، قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. نعم، ما قالت يا أبتي هذا رجل فقير، وقد قال موسى ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير. نعم، ما قالت يا أبتي هذا رجل غريب لا أزوجه ولا تزوجه فإنه رجل غريب. نعم، الأسرة الصالحة رحمة من الله سبحانه وتعالى، رحمة من الله. وقل من يحصل له أسرة صالحة فقد كان لوط. وهكذا نوح كانت امرأتهما تخونهما. أتماذا قل من يوسد من أجل هذا فجدير بك أن تحرص على تعليم ولدك. ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة، فأبوا أن يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى حسنا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قد أكل تمرة فأدخل أصبعه في فيه وأخرجها وقال سخن سخن إنها من الصدقة. يهتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتربية البنين غاية الاهتمام. وأما إذا تركته للشوارع اليوم للشوارع وغد للحزبية، أما مع البحثيين الكفار أو الناصريين الكفار أو الاشتراكيين الكفار أو غير ذلك، فكم من أب رأيناه يبكي ويقول يا ليت إن الله ما خلق لي هذا الولد، هذا الولد أشقاني، هذا الولد نقص علي معيشتي، هذا الولد أبلغني. فرط فيه في صغره، فرط فيه في صغره، فمن أجل هذا أصبح شقاوة على أبيه. وبر الوالدين كما سمعتم يعتبر نعمة من الله عز وجل، ويعتبر ذخرا لك في دينك ودنياك. فأحد الثلاثة الذين انضبطت عليهم الصخرة كان منهم رجل خرج ذات يوم أو ذات أنعم فنهى به طلب الشجر، ورجع وقد نام والداه فحلب وبكي على ماذا؟ دائما عليهما حتى أصبحا والصبية يتضاغون ثم شربا، فكان سببا لانفراج الصخرة. نعم، كان سببا من الأسباب لانفراج الصخرة. وهكذا
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يهتم بتربية الأبناء الصغار، ويحث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على بر الوالدين والإحسان إليهما، أمر مهم من تربية الأسر المؤمنة. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويقول أيضا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلننظر هل حققنا المسؤولية أم أصبح من أبنائنا من يتخرج من الثانوي وإذا قلت له اقرأ الحمد لله رب العالمين عجلها عاجلة. نعم، وإذا قلت له اقرأ قل أعوذ برب الناس لإيلاف قريش وهكذا إذا جئت تعبد بالها أرسم دجاجة أرسم بيكا. هذا الذي عرفه كثير من الأبناء أن حفظ كتاب الله الذي يهذب ولدك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. نعم، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يهذبان ولدك ويجعلانه عاقلا. ومجالسة السفهاء تبور وزكاة، وربما لا تدري إلا وقد أصبح ولدك جاسوس، ربما لا تدري. نعم، قد حدث هذا في مصر وفي بعض البلاد التي احتلتها الشيوعية. ربما يتجسد الأب على أولاده، وربما يتجسد الأخ على إخوانه، وربما تتجسد المرأة على زوجها. كل هذا بسبب التفريط يا أمة محمد. علينا أن نحسن التربية من أول الأمر وأن نتقي الله سبحانه وتعالى فيما استرعانا فيه. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا ويتوفنا مسلمين وأقم الصلاة. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعض الأخطاء التي حصلت في خطبة الجمعة منها حجج، قلت حجج بضم الحاء وهي بكسرها. نعم، إني يريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. ومنها لتبدي به. نعم، إن كادت لتبدي به. أنا قلت لتبدي به وهذا غلط. فتبدي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء، ثم هي في المصحف هكذا لتبدي به. ومنها أيضا وقال نوح لابنه، والصواب ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. ومنها سقطت كلمة لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم،
فإلا من رحم سقطت علي، والله المستعان. ومنها يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، قلت مثقال حبة وهي مثقالة، نعم. ثم بعد هذا وبرا بوالدي قلت، والصواب في شأن يحيى وبرا بوالديه. وبعد فهذه كلمات منها ما هو سبق لسان، ومنها ما هو اشتغاله بما قبلها أو بما بعدها، ونقص في من لم يحفظ القرآن. فأنصح أبنائي وإخواني في الله أن يحفظوا القرآن ففيه الخير الكثير. وبحمد الله تقدمت الآيات القرآنية، وبقي بعض الأحاديث النبوية الواردة في هذا، وهو محتاج إليها أيضا. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن رجلا خرج يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. دليل على أنه لا بد أن يستأذن الابن والده إذا أراد أن يجاهد في سبيل الله، وإلا كان آثما. اللهم إلا أن يكون جهاد دفاع في بلده، فهذا أمر الظاهر أنه لا يلزم به الاستئذان. وما أكثر الذين يذهبون إلى أفغانستان ولا يستأذنون أهليهم، ويقول قائلهم: لو استأذنت أهلي أو لو استأذنت أمي أو أبي أو أبوي لما أذنا لي. لا بد من الإذن، بخلاف طلب العلم فإنه لا يلزم إذن الوالدين. نعم. حديث آخر رواه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أباه أمره أن يطلق زوجه، فأبى عبد الله بن عمر، فأخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له: طلقها. وهذا الحديث صالح للحجية، وهو كما ترى في شأن طلاق الابن امرأته إذا أمره أبوه أن يطلقها. بقي ينظر إلى حالة الأب وإلى حالة المرأة، فإذا كانت المرأة صالحة والأب غير صالح وهو يأمره أن يطلقها، لماذا ما تذهب تتوضأ؟ لماذا ما تذهب وتختلط بالرجال؟ لماذا ما تكشف وجهها؟ المهم يأمرها الأب بمعصية، فمثل هذا لا يطاع، إنما الطاعة في المعروف. لكن إذا وجد خللا في دينها أو في خلقها وأمره أبوه وأقام البرهان على هذا، فعليه أن يطلقها. ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه.
إذا ترك شيئا لله تركت هذه المرأة لله عز وجل وإرضاء لوالديك يبدلك الله خيرا منها، وهكذا غيرها، والله المستعان. قد تكلمنا على هذا في المخرج من الفتنة الطبعة الثانية، والحمد لله. حديث ثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، رواه مسلم. وهذا فيه وعيد شديد وهو موافق للقرآن فيه ماذا؟ ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، والأمر في الإحسان إلى الوالدين. نعم، فهذه بعض الأدلة التي كنت أنسيتها، والله المستعان. هل من البر أن تقبل ركبة والدك أو تقبل ركبة أمك؟ هل هذا من البر؟ وهل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا، هذا ليس من البر وليس له حق في هذا. بل إن كنت طالب علم قمت ببر والدك وأحسنت إليه وتقول له هذا ليس بمشروع. ما نقل أن رجلا قبل قدم ركبتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا قبل أيضا رجلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا ليس بمشروع. وأبواب البر كثيرة، أبواب البر كثيرة، حتى إن من البر ماذا يا إخواننا؟ من البر أن تحسن إلى أصدقاء أبيك. ففي صحيح مسلم أن رجلا أتى إلى عبد الله بن عمر، أعرابي، وهو أعرابي أتى إلى عبد الله بن عمر فأعطاه عبد الله بن عمر كساه عمامة وقميصا وأعطاه دابة، فقيل لعبد الله بن عمر: غفر الله لك، إن هذا أعرابي يرضيه القليل. قال: إن هذا كان صديقا لعمر، وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من البر أن تود صديق أبيك، أو بهذا المعنى فأقرب والدك، وهكذا أيضا أقرب أصدقائك أيضا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذبح الشاة ويقسمها ويعطي أصدقاء خديجة، فتقول عائشة أو غيرها، فيقول إنها كانت صديقا لخديجة، والله المستعان. الأخ يقول في السؤال: ما حكم قتل الوالد لولده إذا كان شيوعيا عدو الله ورسوله، وفي وجوده ضرر على أسرة الأب؟ إذا لم يكن له علاج إلا القتل، وقد عرف منه العناد وخيف على الأسرة، لكن بشرط أن يكون شيوعيا،
بشرط أن يكون شيوعيا وأن تعرف معنى الشيوعي، لا يكون فقط مجرد مسجل في الحزب الاشتراكي، فمجرد التسجيل ضلال، لكن ماذا؟ الاقتناع بالحزب الاشتراكي كفر. إذا عرف مبادئ الحزب الاشتراكي وأنه يشترك الناس في الأموال وفي الفروج، نعم، فمثل هذا يقتل ولا بأس بذلك، والله المستعان. الأخ يقول: إذا اختلف الأبوان فأين تميل إليه؟ الله يبارك فيك يا أخي، قد تكلمنا على هذا في الخطبة، فما هو الذي قلنا يا أخوان؟ نعم، أي الناس أحق بصحابتي؟ نعم، هو هذا، جزاك الله خيرا. أرجو أن لا تكرروا وبارك الله فيكم. نعم نعم، ماذا قلت قبل هذا؟ تفضل. قال: إذا كانت امرأة صالحة في دينها والرجل يرغب أن يزوجها ولكن الأبوان يرغبان أن لا يفعل ذلك، فماذا؟ عليها أن ترفع أمرها إلى الحكومة إن كانت هناك حكومة تقضي بالكتاب والسنة، فإن لم توجد حكومة تقضي بالكتاب والسنة ووجد محتسبون فعليها أن ترفع أمرها للمحتسبين، وإلا فلا بأس أن تنصب لها وكيلا رجلا صالحا يعبد بها، وإلا الله يعني الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: فإن اشتجرا فالسلطان ولي من لا ولي له. لكن إذا كان السلطان لا يقضي بالحق ولا يعرف الحق فماذا؟ ووجدت جماعة محتسبة. ومن هي الجماعة المحتسبة؟ جماعة يكون عندها قوة تستطيع الدافع عن نفسها وتستطيع أن تقيم الحدود، يعني ما في إمام المسلمين وتستطيع أن تقيم الحدود، فلا بأس، ممكن أن تذهب إليهم هذه المرأة وينصب لها يعني رجل ويعقد بها. نعم. قال: يا شيخ، قام علي بزواج أختي ثم جلست أسبوع فذهب والدي إلى المستشفى يعطيها دواء كي يمنع منها الحمل، فما حكمه وجزاكم الله خيرا؟ صحيح. قام علي بزواج أختي ثم جلست أسبوع فذهب والدي إلى المستشفى ليعطيها دواء لكي يمنع منها الحمل، فما حكمه؟ هو لا يجوز لها أن تتناوله، ولا يجوز لأبيها أن يعطيها، فهو يعتبر من الوعد ويعتبر أيضا من تقليل النسل، والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: تزوجوا تكاثروا، وفي رواية تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. واستعمال الحبوب لا خير فيها، وننصح بالبعد عنها من حيث هي، والله المستعان. قال: سائل آخر: لي أخت وهي مخلولة أي مجنونة ولها أولاد وأولادها لا يحسنوا إليها ولا يزورونها من يوم جنة، لها 12 سنة وهي عندي، والآن أنا تركتها في البيت وأتيت أطلب العلم وهي عندي عند ولد أخي، فهل أنا آثم في هذا؟ وجزاكم الله خيرا. هو الواجب على أولادها أن يقوموا بما تحتاج إليه، فهم أقرب من الأخ، لكن إذا لم يفعلوا فعليه أن يقوم هو بما تحتاج إليه، لا سيما وليس هناك حكومة يتصل الشخص إلى الحق أو يصل الشخص إلى الحق إلا بعد تعب، فعليه أن يقوم بحاجتها، والله المستعان.
ولا أدري هل معناه لا يطلب العلم ويقوم بحاجتها. نعم، إذا كان ليس لها من يعولها ويقوتها إلا هو، فعليه أن يترك طلب العلم ويذهب من أجل أن يقوم بحاجتها، والله المستعان. سؤال آخر، يقول السائل: ماتت والدتي وأريد أن يلحقها بعض الثواب مني، فماذا أفعل؟ أدعو لها أم أقرأ لها القرآن أم أتصدق عنها أم أقرأ لها الفاتحة؟ وجزاكم الله خيرا. تتصدق. فقد مر بنا في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. هذا أمر. الأمر الآخر: تدعو لها. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. أمر ثالث: إذا لم تحج حجلت عنها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن رجل مات ولم يحج، وفي رواية امرأة، فهل ينفعها أن أحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقض الله، فدين الله أحق أن يقضى. كذلك إذا كان عليها صوم صام عنها. من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أما القراءة وهكذا قراءة الفاتحة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يصل إليها، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالآية عامة لا تخصص إلا بدليل، كما سمعتم قبل من المخصصات. نعم. قال: يا شيخ، ما حكم من يأمره أبوه أن يشتري له حاجات مكروهة أو محرمة مثل الدخان والسم والجاز، فهل يضاع أم لا؟ لا يضاع، إنما الطاعة في المعروف. بل عليك أن تنصح والدك وترفق به. فرق بين طالب علم متعلم وبين عامي. فهو إن كان أكبر منك سنا، أنت طالب علم، أرجو أن تكون أكثر منه عقلا وأكثر منه فطنة، لأن طلب العلم يذكي، وأيضا العقل ينمي العقل وينمي الأخلاق الطيبة. فأنت تحسن إليه وتقول له: هذا أمر لا أراه، وأنصحك أن تبتعد عنه وأن تتركه، والله المستعان. قال: سؤال آخر، نرجو توجيه نصيحة لبعض الآباء الذين يمنعون أبنائهم عن طلب العلم الشرعي ويصرفه إلى المدرسة لكي يحصل على شهادة أو يقول لي أن أجعل ابني مربيا في المدرسة ينشئ جيلا صالحا، ولكن هذا لا يتأتى له، لأن الطلاب همهم الشهادة وليس الالتزام إلا من رحمه الله، فما نصيحة لهؤلاء؟ فيه أشرطة في هذا فلا نطيل الكلام. بارك الله فيك. تحذير الدارس من فتنة المدارس، ونصيحتي للآباء. ولو أردت أن أتكلم ما أتيت بعشر ولا ربع مثل ما في تلك الأشرطة. نعم. قال الشيخ الفاضل: ماذا يفعل من أتاه وأهله طلبا للعلم وأبواه لا يريدان يأخذ أهله معه، وبعد أن أخذ أهله إذا أبواه يدعون عليه وخاصة الأمة، فهل دعاؤها سيؤثر عليه؟ ماذا يفعل؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. إن كان يحتاجان إليه من أجل نفقة أو خدمة فليبدأ بهما، والله ييسر له، لعل الله ييسر له من يعلمه في بلده. وإن كانا جاهلين
لا يعرفان الدين أو لا يحبان الدين وهما مستغنيان فلا تلزم طاعتهما ولا يضرك دعاؤهما وتحسن إليهما. أنت طالب علم لا بد أن تحسن إليهما والله المستعان. وهكذا أيضا لو خفت على أمك أن تبكي حتى يتغير نظرها وتعمى أيضا تبقى عندها، أو خفت على أبيك أن يجن أو يتغير عقله من أجل ذهابك، لأن القلب الأب يكون وكذا الأم يكون معلقا بالولد، فإذا خفت من هذا أو ذاك فعليك أن تحتسب وتصبر عندهما وتسأل الله أن يسهل أمرك. أما إذا كان مجرد دعاء فلا يضر. تفضل. قال يا شيخ أنت قلت إن لم يطلع على الوالدين أن يبر أصدقائهما، وإذا كانت أمي قد ماتت ومعها نساء أصدقاء لها فهل يجوز لي أن أذهب لزيارة النساء أم لا؟ ممكن أن ترسل هدية لهن أو كلمة طيبة، وما لم تخشى على نفسك الفتنة أو تخشى عليهن الفتنة. إذا كان الولد صالحا والوالد غير صالحا فهل يجوز إذا كان الوالد صالحا والولد غير صالح فهل يجوز للوالد أن يطلبه ويؤدي نصيبه من المال أم لا؟ لا ننصح بالطرد في هذه الأيام. لماذا؟ لأنك إذا طردته فيتخطفه الحزبيون، هذا أمر. الأمر الآخر ربما تطرده إلى الشوارع وما تدري وقد أصبح خمارا أو أصبح لوطيا أو زانيا، فننصحك بالصبر عليه والدعاء له والله المستعان. لا لو علمت أن الضرب يؤثر فيه فلك هذا، أما إذا علمت أنه سيزداد عتوا ونفورا ويتخطفه أعداء الإسلام فلا. سؤال آخر قال لماذا لا يشترط ابن الوالدين في طلب العلم ويشترط للمجاهد؟ أليس في المسألة تفصيل؟ وهذا إذا كان بحاجة إليه لا يذهب، وإذا كان لا يحتاج إليه يذهب. وجزاكم الله خيرا. قد أتيت بالتفصيل وقد تقدم التفصيل بارك الله فيك. أما الجهاد فهو فرض كفاية، وأما طلب العلم فإنه فرض عين. طلب العلم فريضة على كل مسلم، ونعني بالفرض العين هو الذي أنت متعبد به وملزم بمعرفته كالعقيدة والصلاة والزكاة إن كنت ذا مال، والحج إن عزمت أن تحج، والبيع والشراء إذا كنت صاحب بيع وشراء، وهكذا أيضا الجهاد إذا عزمت أن تجاهد. فطلب العلم فريضة على كل مسلم. إلهنا